السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلابنا أولى ثانوي، يا رب يكونوا بخير. النهاردة يا بطل جايين عشان نحل معاك أول درس في النحو لأولى ثانوي، ألا وهو درس الاستثناء. إلا، غير، وسوى، خلا وعدا وحاشا. قلمك في إيدك، كراستك معاك وكتابك، ويلا بينا عشان هنشرح ونحل. بيقول لحضرتك إيه بقى؟ أول سؤال: نوقشت الموضوعات المطروحة على الساحة. أولاً قبل ما نعمل أي حاجة إحنا لازم نحدد الجملة اللي قدامنا، هل هي مثبتة ولا منفية؟ أول حاجة يا أستاذ الكريم، أنا لما جيت أقرأ كلمة نوقشت ما لقيتش هنا أداة نفي ولا نهي ولا استفهام. يبقى الجملة اللي قدامي ديت يا مستر أكيد جملة مثبتة. طب وانا استفيد ايه من كلمة مثبتة؟ اي جملة مثبتة فهي تامة. نقول تاني: اي جملة مثبتة فهي تامة. يبقى لما الاقي مفيش هنا نفي ولا نهي ولا استفهام يبقى الجملة دي مثبتة، واي مثبت فهو تام. يبقى الجملة اللي قدامي دي يا مستر جملة تنتمي الى التام المثبت. نقولها تاني، اكتب معايا: أي جملة مثبتة فهي تامة. يبقى الجملة ديت أسلوب استثناء تام مثبت. يعني إيه تام مثبت؟ يعني اللي بعد إلا ملوش غير إعراب واحد بس: مستثنى منصوب وجوبا. مستثنى منصوب يبقى موضوعا. يبقى اعرب كلمة موضوعا، هنعربها ايه يا استاذي؟ مستثنى منصوب وجوبا. يلا بينا. يبقى اول قاعدة كتبتها معايا: اي جملة مثبتة فهي تامة، والتام المثبت اللي بعد الا ملوش غير اعراب واحد، ايه هو؟ مستثنى منصوب وجوبا. يبقى اللي بعد الا كلمة موضوعا اكتب واجب النصب. كويس قوي. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك: ما حضر. دي ما أداة نفي، يبقى الاسلوب كده طلع منفي. ناقص بقى اشوف هل هو تام ولا ناقص. يعني ايه تام؟ اكتب ورايا اللي هقولك دلوقتي حالا. تام يعني اللي قبل الا جمله واضحه. ما هو التام؟ اللي قبل الا جمله واضحه. تيجي نقرا: ما حضر المؤتمر من العلماء. ما حضر منفي، من حرف جر. العلماء ده اللي بسميه المستثنى منه الكبير، معرفة. طب ايه المشكلة؟ اكتب معايا: لما الاقي اللي قبل الا اللي هو المستثنى منه الكبير معرفة، معرفة، وقبليه حرف الجر من حرف الجر تدخل على الكبير لقيته معرفة تحذفه. متى يحذف المستثنى منه الكبير؟ لما يكون معرفة مسبوق بحرف الجر منه. يبقى إذن الجملة دي كأنها ما حضر المؤتمر. واسكت، لأن من العلماء طارت، وقلت لك طارت ليه؟ من حرف الجر طيرت كلمة العلماء لأنها معرفة. يبقى اللي قبل إلا ما حضر المؤتمر. وسكت. مين اللي ما حضرش المؤتمر؟ مين اللي حضر المؤتمر؟ من الجملة لسه. يبقى إذن اللي قبل إلا مش واضح. يبقى طالما اللي قبل إلا مش واضح يبقى الأسلوب ده ناقص. يبقى ناقص منفي. ما معنى منفي؟ في أداة نفي. ما معنى ناقص؟ اللي قبل إلا مش واضح. عرفت يعني إيه ناقص؟ اللي قبل إلا مش واضح. طب أعرب اللي بعد إلا إزاي؟ يلا بقلمك الجميل واشطب لي على ما
واشطب لي على إلا، اتفضل لك إيه؟ حضر المؤتمر. مين اللي حضر؟ حضر فعل. مين اللي حضر؟ عالمان. اعربها ثانية واحدة. ليه مش عالمين؟ ما أنا هقول لك في الناقص المنفي اللي بعد إلا يعرب حسب موقعه في الجملة. حضر فعل. مين اللي حضر؟ عالمان. حضروا الايه؟ المؤتمر. حضر فعل، عالمان فاعل. يبقى اذا عالمان فاعل مرفوع، المؤتمر مفعول به منصوب. كويس قوي. ما كان امامنا من الفرص الا. ما اداه نفي، يبقى الاسلوب ده منفي. بس في كان فعل ناسخ. بتقول لحضرتك انا محتاجه حاجتين، اسمي وخبري يكونوا معايا. موجودين هنتكلم، مش موجودين لا هاتهم لي الاول. يلا. ما كان امامنا. اعرب لي امامنا ظرف مكان، والظرف بقول عليه ايه؟ خبر شبه جملة مقدم. من الفرص جر ومجرور، مالناش دعوة بيها. ما كان أمامنا من الفرص من حرف جر، دخلت على الفرص اللي هي الكبيرة، لقيتها نكرة ولا معرفة؟ معرفة، تشيلها. يلا يا باشا طير طير. فاضل عندي ما كان أمامنا. أمامنا ظرف، والظرف بقول عليه خبر شبه جملة مقدم، خبر كان. يبقى فاضل لي مين؟ اسم كان. يبقى اللي هيعرب بعد ايه؟ اللي هيعرب ايه؟ اسم كان مؤخر. طب اسم كان ماله؟ مرفوع، يبقى فرصة. فهمت الدنيا ماشيه ازاي؟ يبقى اعرب كلمة فرصة اسم كان مؤخر مرفوع. لو سألك الاسلوب ده نوعه ايه؟ هتقول له منفي. طب ناقص ولا تام؟ اللي قبل إلا كان واضح. اللي قبل إلا ما كان أمامنا. فهمت حاجة؟ لا. يبقى ناقص منفي. ناقص منفي. كويس قوي. لم نجد منفي، عشان أداة النفي لم، يبقى الأسلوب ده منفي. كويس. لم نجد أحدا. الله 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 الله. لا ركز. أحدا موجودة. طب اكتب القاعدة. كلمة أحدا أو كلمة شيء، كل ده بقول عليه المستثنى منه الكبير. من حرف جر الحاضرين معرفة. من حرف جر تدخل على المعرفة تعمل فيه ايه يا مستر؟ تشيله. حاضر خلاص اهو شلناه. اعتبره يا مستر اتشال اهو. والله ما بيتشالش. طب نعمله بقلم تاني. اهو اهو يا عم اهو. يبقى لم نجد احدا من الحاضرين. من دخلت على الحاضرين لقيتها معرفة طيرتها. بس فاضل لي كلمة أحد. أهي أحد ده أهي المستثنى منه الكبير. يبقى طول ما كلمة أحد موجودة يبقى الجملة ده هي تامة وليست ناقصة. كلمة أحد كلمة شيء لو موجودة يبقى الأسلوب ده تام وليس ناقص. تام منفي أهو عشان لم نجد أحدا من المسؤولين على قدر من الحاضرين على قدر المسؤولية إلا. ثانية واحدة بقى. ده منفي؟ أيوة. تام ولا ناقص؟ تام، عشان خاطر كلمة إيه؟ أحد. طب لما يكون تام منفي اللي بعد إيه ده له كم إعراب؟ له إعرابين اتنين. إما مستثنى في التام المنفي اللي بعد له إعرابين، إما مستثنى منصوب وإما بدل. طب بدل إيه؟ المستثنى طول عمره منصوب. خلاص الحمد لله منصوب. ولما يبقى منصوب الأسماء الخمسة
تنصب بالالف، يبقى الف دي غلط ودي غلط. الاسماء الخمسه تنصب بالالف. طب البدل على حسب الكبير. مين الكبير؟ احد. احد هي الكبير، اعربها. لم نجد نحن، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. لم نجد ايه؟ احدا. اعرب لي احدا مفعول به منصوب، يبقى البدل هو كمان ماله يا جميل؟ بدل منصوب. يبقى اللي بعد الا مستثنى منصوب، والبدل طلع زي الكبير مفعول به منصوب، يبقى البدل منصوب. يبقى اللي بعد الا في كلا الحالات طلع ماله؟ منصوب. يبقى الاسماء الخمسه تنصب بالالف، يبقى اخاك. يبقى في التام المنفي اللي بعد الا له اعرابين: المستثنى منصوب او بدل. بدل ايه؟ مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ على حسب الكبير اللي هو المستثنى منه. طلع الكبير منصوب يبقى البدل منصوب، طلع الكبير مرفوع يبقى البدل مرفوع. لم أداة نفي، يبقى الأسلوب ده منفي. سبحان الله. نكمل. يبقى الأسلوب ده منفي أهو، منفي. لم يعل، اللي كان أصلها لم يعلي، لم يعلي قدر الوطن بين سائر الأمم إلا. ثانية واحدة. لم يعلي قدر الوطن بين سائر الأمم إلا. هو مين؟ مين اللي بيعلي قدر الوطن بين سائر الأمم؟ مين؟ لسه ما قاليش. يبقى اللي قبل إلا غير واضح. اللي قبل إلا لسه مش كامل، وطالما اللي قبل إلا مش كامل يبقى الأسلوب ده ناقص منفي. وطالما ناقص منفي يبقى اللي بعد إلا يعرب حسب موقعه. يلا نعربه. لم يعلي قدر الوطن بين سائر الأمم إلا. مين بقى اللي بيعلي قدر الوطن؟ يبقى اللي هيعرب بعد إلا هيبقى فاعل. مين بقى اللي بيعلي قدر الوطن؟ فاعل، يبقى ذو. يبقى لم يعلي قدر الوطن بين سائر الأمم إلا. مين اللي بيعلي؟ ذو، فاعل مرفوع بالواو. ما أداة نفي، يبقى الأسلوب ده منفي. ما يتقاعس عن الوفاء بالتزاماته من اللي بيتقاعس عن الوفاء بالتزاماته؟ مين؟ ما قاليش. يبقى اللي قبل إلا كلام غير واضح، يبقى اللي بعد إلا يعرف حسب موقعه. مين اللي بيتقاعس؟ يتقاعس فعل، عن الوفاء جر ومجرور، بالتزاماته جر ومجرور. يتقاعس فعل، يبقى أنا ناقص لي مين؟ الفاعل. مين اللي بيتقاعس؟ يبقى الفاعل. ماله؟ مرفوع، يبقى المتخاذلون. كويس قوي. لم أجد من الناس من بمعنى الذي. من الناس، من دخلت على الناس لقيتها معرفة قالت لها اطيري امشي. لم أداة نفي. لم أجد من الناس من اسم موصول يحرص على مصلحة الأبناء إلا. ثانية واحدة. لم أجد من الناس من يحرص على مصلحة الأبناء إلا. يا ترى الأسلوب ده تام ولا منفي ولا ناقص؟ هو منفي. تام يعني اللي قبل إلا واضح. لم أجد أنا من الناس جر ومجرور طلع بره، ما تحسبوش أهو. لم أجد فعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. لم أجد من اسم موصول في محل نصب مفعول به، يبقى الفعل موجود،
الفاعل ضمير مستتر يعني اعتبره موجود، المفعول به موجود. لم أجد من يحرص على مصلحة الأبناء إلا، ثانية واحدة بقى، اللي بعد إلا هيعرب إيه؟ الأسلوب ده يا أستاذي تام ولا ناقص؟ تام. ليه؟ هقول لك. المستثنى منه الكبير موجود؟ فين يا مستر؟ من، اللي هي بمعنى الذي، زي كلمة أحد. يعني ممكن أقول لم أجد من الناس أحدا يحرص على مصلحة الأبناء، يبقى كلمة من هنا هي المستثنى منه الكبير. زيها زي كلمة إيه بالظبط؟ زي كلمة أحدا. يبقى طالما الاسم موصول موجود يبقى زي كلمة أحدا، يبقى الأسلوب ده تام منفي. وطالما طلع تام منفي يبقى اللي بعد إلا له إعرابين اتنين، إما مستثنى منصوب وإما بدل. المستثنى طول عمره منصوب، البدل على حسب مين؟ الكبير. من الكبير؟ من، عربناها إيه؟ مفعول به منصوب، يبقى البدل منصوب والمستثنى منصوب. وفي حالة النصب الهمزة بتبقى فين؟ على السطر. يلا يا سيدي، حدد ما يلي أركان أسلوب الاستثناء. أسلوب الاستثناء مكون من 3 أركان: الكبير، المستثنى منه، الأداة، الصغير، المستثنى. يلا بينا. كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك من حسدي. كل، جميع العداوات. فين المستثنى؟ يعني ايه مستثنى؟ يعني الصغير اللي بيجي قبل إلا ولا بعدها؟ لا، اللي بيجي بعدها، يبقى عداوة. طب المستثنى منه؟ كل الكبير، كل العداوات. طب الأداة؟ إلا. أظن السؤال ده يعني جاي عشان يفرح عنك شوية. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فين المستثنى؟ اللي بعد إلا ولا قبلها؟ لا، اللي بعد إلا اللي هو رسول. فين المستثنى منه؟ ثانية واحدة بقى يا مستر، ثانية واحدة يا مستر. هو المستثنى منه بيبقى كبير ولا صغير؟ كبير. طب إيه اللي قبل إلا؟ محمد صلى الله عليه وسلم مفرد، رسول مفرد. ينفع؟ لا. ليه؟ يبقى الأسلوب ده تام؟ لا، ده الأسلوب ده ناقص منفي. منفي عشان خاطر ما. طب ناقص ليه؟ لأن اللي قبل إلا ماله؟ مش واضح. اقرأ اللي قبل إلا، وما محمد وسكت. فهمت حاجة؟ لا. يبقى تام ولا ناقص؟ ناقص. عارف يعني ايه ناقص؟ يعني الكبير اللي هو المستثنى منه محذوف. يبقى لما اسألني عن المستثنى منه وتلاقي الأسلوب ناقص منفي، المستثنى منه محذوف. طبعا الأداة إلا. يلا يا سيدي. قال صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. المستثنى الصغير المكتوبة. المستثنى منه إن أفضل الصلاة، إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته. صلاة المرء في بيته دي تشمل إيه؟ أي صلاة. يبقى المستثنى منه صلاة المرء. أداة الاستثناء طبعا هي إلا. قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعها. المستثنى الصغير اللي بيجي بعد إلا ساعة. العمر كله يبقى الكبير. الأداة إلا. يا
السلام. لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة، اللي بيجي بعد إلا المستثنى. المستثنى منه الكبير. لكل داء، لأي داء. داء يعني مرض، إلا مرض واحد بس اسمه الحماقة، يبقى الحماقة ده مرض. اوعى تقول المستثنى منه الكبير دواء، لا، اللي جاي بعد إلا الحماقة. والحماقة دي داء ولا دواء؟ داء. يبقى الكبير داء، شلت منه داء واحد بس اللي هو الحماقة، يبقى المستثنى منه لازم يكون زي مين؟ زي المستثنى، الاتنين حتة من بعض. الأداة طبعا مفيش غير إلا. كويس قوي. تمام. ده طبعا كان سؤال سهل جدا. ميز في مالي نوع اسلوب الاستثناء من بين البدائل التي تليه. لم أداة نفي يبقى مثبت؟ لا، يبقى اشطب على رقم ألف. مفيش حاجة اسمها ناقص مثبت، أي حاجة اسمها ناقص فلازم يكون ناقص منفي. كده أنا عندي يا ب يا د، اللي قبل إلا واضح هيبقى تام، اللي قبل إلا مش واضح هيبقى ناقص. لم يزد يعني لم يدافع عن أرض مصر إلا جيشها. من اللي بيدافع عن أرض مصر؟ اللي قبل إلا كمل ولا لسه؟ لا لسه. طب اللي قبل إلا واضح؟ لا. طب هوضحه بكلمة إيه؟ جيشها. يبقى الجملة قبل إلا ما كانتش واضحة، يبقى ناقص منفي. تيجي نعرف كلمة جيشها، يلا اشطب على لم وإل. اقرأ. يزد يعني يدافع، فعل. مين اللي بيدافع؟ الجيش، يبقى اعرف جيشها فاعل. لم أداة نفي يبقى مش مثبت، يبقى مش مثبت. لم ينل الطالبات الكبير موجود؟ أيوة. التفوق إلا المجتهدات. الطالبات دول كتير، المجتهدات دول قليل، يبقى الكبير موجود؟ أيوة، يبقى تام منفي. نهض القوم، نهض في قبلها نفي؟ لا. في قبلها استفهام؟ لا. في قبلها نهي؟ لا. وأي جملة ما فيهاش لا نفي ولا نهي ولا استفهام يبقى الجملة دي مثبتة، وأي مثبت فهو تام، وأي مثبت فهو تام. واللي بعده ملوش إلا إعراب واحد بس، مستثنى منصوب وجوبا. لا يكتم، منفي، منفي، منفي. لا يكتم السر إلا كل ذي شرف. لا يكتم السر إلا كل ذي شرف. مين اللي بيكتم السر؟ اللي قبل إلا. واضح؟ لا لسه. لا يكتم ده فعل. مين اللي بيكتم؟ كل ذي شرف. كل دي تعرف فاعل. بيكتم الايه؟ السر مفعول به، يعني ده تقديم وتأخير. يبقى الجملة اللي قبل إلا ما كانتش واضحة، يبقى ناقص منفي. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت. ده اسلوب نهي، والنهي يبقى الاسلوب ده منفي، يبقى مثبت غلط، مثبت غلط. ولا يلتفت منكم احد. طالما احد موجوده يبقى الاسلوب ده تام، يبقى تام منفي. طب يا سيدي يلا بينا. هل قابلت المدعوين إلا ثلاثة؟ هل أداة استفهام، والاستفهام أخو النفي يبقى منفي، يبقى منفي. هل قابلت المدعوين؟ ده الكبير موجود يبقى تام. يأبى الله، أيوة. فين أداة نفي؟ لا.
فين أداة نهي؟ لا. فين أداة استفهام؟ لا. يعني مثبت ولا تام؟ مثبت. غلط. غلط. وقعت في الفخ. ليه؟ لأن أنا عندي هنا نفي. يا مستر وحد الله، ده احنا صايمين. فين النفي؟ مفيش. لا في. فين النفي ده؟ يأبى. الفعل يأبى يفيد النفي. يأبى الله. من الذي يأبى الله؟ يأبى ايه؟ إلا قبل إلا لسه مش كامل، يبقى إلا أن يتم نوره. أن يتم نوره ده هو مصدر مؤول في محل نصب مفعول به. يأبى فعل، الله فاعل. يأبى ايه؟ أن إلا أن يتم نوره. يبقى اللي قبل إلا ما كانش واضح. وكلمة يأبى تدل على النفي. تدل على النفي، يبقى دي غلط. دي غلط. طب اللي قبل إلا كامل، يأبى الله وسكت. يأبى إيه؟ لا ما كانش كامل، يبقى ناقص منفي. كويس قوي. ميز في ميال الإعراب الصحيح لما فوق الخط من بين البدائل المعطاة. لم يكن أداة نفي، بس في يكن اللي هي ماضيها كان. كان بتقول لك ماليش دعوة يا عم، أنا عاوزة اسم وخبر. لم يكن كان. من اللي يكن؟ العلم. اسم كان. لم يكن العلم إلا إيه؟ سلاح. العلم سلاح. كان العلم سلاح، يبقى سلاح خبر تكن منصوب. طول ما في نواسخ أنا ما يهمنيش غير حالة واحدة، فين الأول اسمها، فين الأول خبرها. لازما إن أبناء الوطن ناهضون به إلا الضعفاء. أولا إن أسلوب مؤكد بإن يعني مثبت، والمثبت تام، والمثبت تام، والتام المثبت. يبقى الجملة دي تامة مثبتة. يبقى اللي بعد إلا يا أستاذي ملوش غير إعراب واحد بس، مستثنى منصوب. واكتب معايا وجوبا. وجوبا. لم يحمي مصر من أطماع الغزاة. وسكت. هتقول لي مين اللي بيحمي؟ مين اللي بيحمي؟ أبناؤها. اعرب أبناؤها فاعل. بيحموا مين؟ مصر. مفعول به منصوب مقدم. يبقى الاسلوب ده كده ما كانش لسه كامل، يبقى ناقص. ناقص منفي. كويس قوي. لم يشترك أداة نفي. لم يشترك الطلاب. الكبير موجود، أيوة، يبقى تم منفي أهو. وفي التام المنفي اللي بعد إلا له إعرابين، إما مستثنى منصوب وإما بدل. البدل على حسب الأخ الكبير. من الكبير؟ الطلاب. لم يشترك فعل، الطلاب فاعل مرفوع، يبقى البدل مرفوع. بس هو جايب لي هنا اثنين، ما قاليش اثنان. اثنين بالياء يعني منصوب، يبقى مستثنى منصوب بالياء. طب لها اعراب تاني في التام المنفي؟ كان ممكن يقول اثنان بدل، وهيقول بدل ايه؟ مرفوع. كويس قوي. كل ولد. كل مبتدا يعني الجمله مثبته، والمثبت ماله؟ جدع شاطر. المثبت تام، والتام المثبت اللي بعد الا له كم اعراب؟ اعراب واحد بس، مستثنى منصوب. وهكرر لك وجوبا. كويس قوي. السؤال اللي بعده، بين سبب نصب ما تحته قط. يلا يا سيدي، بسم الله. تمر. في نفي؟ لا. في نهي؟ لا. في استفهام؟ لا. الحمد لله. تمر بي السنون. فاصلة. يا نهار ابيض. شفت يعني ايه فاصلة؟ يعني الجملة الأولى ديت ارميها، مش عاوزها اهي. اقرأ بقى الجملة الثانية يا فالح. وما أداة نفي. أزداد
وسكت. ازداد فعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره انا، وما ازداد. وسكت يبقى الجملة كده ناقصها، يبقى ناقص منفي. ناقص منفي يبقى اللي بعد إلا يعرب حسب موقعه في الجملة. تعالى بقى يا أستاذ الكريم، اما أقول لحضرتك إحنا دلوقتي وما أزداد، يبقى إحنا قلنا إن ما هنا أداة نفي. اقرأ إلا قبل إلا، طلع إلا قبل إلا وما أزداد وسكت. هتقول لي وما ازددت إيه؟ يبقى اللي قبل إلا مش واضح، يبقى الجملة اللي قبل إلا مش واضحة ومش كاملة، يبقى الكلام ده ناقص. ناقص إيه؟ ناقص منفي. بقلمك الحلو كده يلا. ها هتعمل كده، بسم الله. أدي ما وأدي إل، فاضل عندي كلمة إيه؟ أزداد. أزداد ده أنا عندي قاعدة يا أستاذي خدتها في إعدادي، إن أنا عندي كلمة اسمها ازداد وزاد، مالها وحسن وقبح، وكلمة على وزن أفعل، وكلمة اشتعل، وكلمة كفى، مالها. بيقول لك لما يجي بعدها تقديرا دي طلعت نكرة، ونكرة منصوبة. يبقى أنا عندي قاعدة بتقول ازداد جاي بعدها نكرة منصوبة، ما تفكرش كتير وقول عليها مباشرة وانت مغمض تمييز. كويس قوي. لا تنشر الأخبار بين الناس، لا تنشر، اسلوب نهي. لا تنشر الأخبار بين الناس إلا مو من مضموم، موقنا من مضموم مكسور ما قبل الآخر. يبقى موقنا دي بتفكرني بالترم الأول، اسم الفاعل اللي أنا كنت بقول عليه في الترم الأول مشتق. موقنا، والمشتقات أحوال. لا تنشر الأخبار بين الناس إلا موقنا. يبقى موقنا من مضموم مكسور اسم فاعل يعني مشتق، والمشتقات أحوال. يبقى كلمة موقنا حال يا أستاذ. لست أنا، التاء دي اسم ليس. لست إيه؟ حافظا، خبر ليس منصوب. لست حافظا، يبقى الجملة دي أولا ليس أداة نفي، يبقى الجملة دي منفية. اسمها موجود معاها التاء، وحافظا خبرها اسمها وخبرها معاها تمام. قبل إلا تمام، يبقى الاسلوب ده تام منفي. ثانية واحدة يا مستر بقى، طب وبعدين تم منفي؟ تم منفي ده معناها يا مستر، معناها ان اللي بعد إلا ده هيعرب ايه؟ ما هو ده يا مستر، لا ركز معاه بقى يا مستر لو سمحت. طب لو مستر ما قلت لك لست حافظا، حافظا ايه؟ يبقى لسه الجملة ما كملتش، يبقى لازم تكمل حافظا قدر من يدعو إلى الإصلاح. يبقى حافظا على وزن فاعلا، اسم فاعل منون. أيوة، يبقى اسم فاعل عامل ولا غير عامل؟ عامل. يبقى لست حافظا. يبقى اشطب يا مستر بقى الكلام ده وتعالى قول لي الكلام الصح يا باشا. عينيا الاتنين، أنا عندي أغلى منك. يبقى عاوز أعرف كلمة قدر. حافظ على وزن فاعل، اسم فاعل منون. أيوة منون، يبقى عامل ولا غير عامل؟ عامل. لست حافظا إلا قدر. حافظا إيه؟ أنا بحفظ قدر، يبقى قدر تعرب مفعول به. لم تيسر الحكومة على المستثمرين إلا دعما للاقتصاد. لم تيسر الحكومة على المستثمرين إلا، الحكومة ما يسرتش على المستثمرين إلا لسبب واحد. تيجي نحط سؤال، كلمة لماذا؟
لماذا تيسر الحكومة على المستثمرين؟ الإجابة دعما للاقتصاد. لماذا؟ يبقى مفعول لأجله. كويس قوي. قال الشاعر: وليس الغنى إلا غنى زين الفتى، عشية يقري أو غداة أو احذفيها يا مس، احذفيها. نقولها تاني: وليس الغنى إلا غنى زين الفتى. عاوز أعرف كلمة غنى في ليس. ليس دي بتقول لك أنا ناسخ، يهمني الأول اسمي وخبري. يلا: وليس الغنى إلا غنى. الغنى الأولى اسم ليس، يبقى غنى الثانية خبر ليس يا أستاذي. لست أرى العلوم إلا مصابيح للهداية. لست أنا، التاء دي اسم ليس، أرى خبر ليس. أرى العلوم، هي العلوم بتتشاف؟ لا، يبقى أرى هنا أخت علم، اللي هي من ضمن أفعال اليقين. من أفعال اليقين. ليه؟ تعال أما أقول لك بقى. رأيت المعلم قادما بمعنى شاهدت. رأيت هنا بمعنى شاهدت، يبقى بتنصب مفعول واحد بس. رأيت العلوم مصابيح، هي العلوم مصابيح؟ طب هي العلوم بتتشاف؟ لا، يبقى رأيت هنا بمعنى علم، اللي هي من أفعال اليقين، اللي كانت من أخوات ظن اللي بتنصب مفعولين. ولست أرى، مين اللي بيرى؟ أنا. برى الإيه؟ العلوم مفعول به أول، يبقى مصابيح مفعول به ثاني. كويس قوي. نيجي بقى للسؤال السادس، يديني جملة ويقول لي عبر عنها بأسلوب استثناء. يلا يا سيدي، عبر عن المعاني التالية بأسلوب استثناء مناسب. تقدم جميع الطلاب وتأخر الطالب الكسول. يلا، ما تقدم إلا جميع الطلاب والطالب الكسول؟ لا، غلط طبعا. تقدم جميع الطلاب إلا الطالب الكسول، يبقى الإجابة رقم ب. قرأت جميع بحوث زملائي ولم أقرأ بحثا، يبقى قرأت جميع بحوث زملائي إلا بحثا. صح الكلام، يبقى الإجابة رقم أ. أسرار العلم كثيرة، واكتشف العلم النزر اليسير منها. يبقى اللي اكتشفوه هو القليل، إنما الأكثر المعظم لم يكتشف. لم يكتشف إلا الكثير؟ لا، غلط. ما اكتشف من أسرار العلم ما اكتشف إلا النزر اليسير، يبقى الإجابة رقم ب. ما هي الصورة الصحيحة لأسلوب الاستثناء؟ ما حضر الأدباء إلا أديب. ما حضر من الأدباء إلا أديبا. حضر الأدباء إلا أديب. ما حضر إلا أديبا. بص يا سيدي، ما أداة نفي، يبقى الأسلوب ده منفي. حضر الأدباء يعني المستثنى منه الكبير موجود، أيوة، يبقى الأسلوب ده تام. تام منفي، أيوة، يبقى اللي بعد إلا له إعرابين: إما مستثنى منصوب، يبقى أقول أديبا، أو بدل. البدل على حسب الكبير. من الكبير؟ الأدباء. حضر فعل، الأدباء فاعل مرفوع، يبقى أديب بدل مرفوع بالضمة، يبقى الإجابة دي صح. أمال إيه الغلط في ب؟ من دخلت على الأدباء لقيتها معرفة، فاكرين؟ تحذفها. يبقى الأسلوب ده بقى ناقص منفي. بعرف اللي بعد إلا إيه؟ أدي ما ودي إلا. حضر فعل، يبقى المفروض اللي بعد إلا فاعل، بس المفروض الفاعل مرفوع، بس هو جايبها أديبا، يبقى غلط. حضر، مين اللي حضر؟ أديب، كانت المفروض فاعل مرفوع، يبقى غلط. حضر الأدباء ده مثبت، والمثبت تام، واللي بعدها كان المفروض يبقى مستثنى منصوب،
كان المفروض يقول أديبا، يبقى الإجابة يا أستاذي الإجابة رقم ألف. طب كويس قوي. ميز الجملة التي ورد بها أسلوب استثناء ناقص منفي. يعني ناقص منفي اللي قبل الأداة مش كامل، مش واضح. لا ينزع الضغينة شيء موجودة. جدع. الناس اللي كتبت ورايا في الأول كلمة أحد وكلمة شيء، يبقى الأسلوب ده كان تام، يبقى الإجابة دي غلط. كن بارا بوالديك، ده جملة مثبتة. وإلا تكن أولا، إلا دي بقى جاي بعدها تكن. تكن ده اسم ولا فعل؟ فعل إيه؟ مضارع. يبقى إلا دي مش أداة استثناء، إلا اللي بيجي بعدها مضارع دي أداة شرط جازمة. دي أداة شرط جازمة. إلا اللي بيجي بعدها مضارع دي أداة شرط جازمة. إلا اللي بيجي بعدها مضارع أداة شرط مش أداة استثناء. يبقى الإجابة رقم ب غلط. ما اقتنيته من كتب استفدت منه إلا القليل. ما أداة نفي؟ لا. الله على السؤال العظمة ده، سؤال جميل. الواد اللي حافظ نحو اركن يا واد، احنا عاوزين اللي بيفهموا. طلاب مستر احمد شعيب، فين الناس اللي بتفهم نحو؟ ما اقتنيته من كتب استفدت منه. ما بمعنى الذي، يبقى الجمله دي مثبته، دي مش من نافيه. الذي اقتنيته من كتب استفدت منه الا القليل، يبقى الجمله ديت مثبته. والمثبت يا استاذي مش ناقص، يبقى الاجابه رقم ب غلط. ما يعرف حق الصداقه من الناس الا الاوفياء. ما يعرف، ما حدش يعرف حق الصداقه الا مين؟ الاوفياء. مين اللي بيعرف؟ الاوفياء فاعل، يبقى اللي قبل الا ما كانش لسه كمل، يبقى ما اداه نفي. يعرف حق الصداقه من الناس مين؟ الجمله لسه ما كملتش، يبقى الجمله دي كانت ناقص، يبقى الاجابه رقم د. ميز الجمله التي تحوي مستثنى يجوز فيه وجهان للاعراب. امتى يجوز وجهان للاعراب؟ جدع، لما يكون يا استاذي تام منفي. ليه؟ لان في التام المنفي اللي بعد الا له اعرابين اتنين، اما ان نقول عليه مستثنى، واما ان نقول عليه بدل. فركز يلا. ما تغيب عن حضور الحفل الا المريض. مين اللي تغيب؟ المريض. يبقى اللي كان قبل الا لسه ما كملش، يبقى ده ناقص منفي. احنا عاوزين التام المنفي. المريض تعرب ايه؟ فاعل بس، يبقى الاجابه رقم الف غلط. ما يريده الطفل مقبول الا الضار. ما يريده الطفل مقبول، ما هنا بمعنى الذي، يبقى الجمله ديت مثبته مش منفيه. ما هنا بمعنى الذي، يبقى الجمله دي مثبته، وفي المثبت اللي بعد الا له اعراب واحد بس، مستثنى منصوب بس، يبقى ده مش معانا. احنا عاوزين ايه يا استاذي؟ وجهان. ما يجحد بفضل الله من الناس. من دخلت على الناس لقيتها معرفه، قالت لها امشي، يلا اهو مشتها. بقى الاسلوب ده ماله يا مستر؟ بقى الاسلوب ده ماله؟ ناقص ولا تام؟ ناقص. ما يجحد بفضل الله الا الناقمون. مين اللي بيجحد؟ الناقمون، فاعل، يبقى ده ناقص منفي. احنا عاوزين التام المنفي. ما كوفئ احد. احد موجوده، يبقى الاسلوب ده تام. ما اداه نفي، يبقى الاسلوب ده تام منفي. ايوه، يبقى اللي بعد الا كلمه اهل لها اعرابين، اما مستثنى واما بدل، يبقى اذا الاسلوب التام المنفي. اذا الاجابه رقم د. كويس قوي، رائع، يا سلام، ماشي. يلا يا سيدي، حدد المستثنى والمستثنى منه على الترتيب. على الترتيب. إذا الخل يعني الصديق
لم يهجرك إلا ملالة فليس له إلا الفراق عتاب. يا سلام. إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة فليس له إلا الفراق عتاب. الجملة ديت مش مترتبة. فليس يا سيدي، فليس له عتاب إلا الفراق. فليس له إيه؟ عتاب. مالوش عتاب إلا الفراق. يبقى فين المستثنى يا أستاذي؟ اللي هو الصغير الفراق. طب فين المستثنى منه الكبير؟ عتاب. يبقى بالترتيب كده، فين المستثنى اللي بعد إلا؟ فراق. فين المستثنى منه الكبير؟ عتاب. يبقى إذا يا أستاذي الإجابة على الترتيب: المستثنى الصغير الفراق، المستثنى الكبير كان كلمة عتاب. ميز المحل الإعرابي للاسم الموصول في البيت التالي. هل المروءة، هل أداة استفهام لا محل لها من الإعراب. المروءة اسم في أول الجملة يبقى مبتدأ. إلا أداة استثناء لا محل لها. هل المروءة إلا ما هنا اسم موصول في محل رفع خبر، يبقى الإجابة رقم ألف. ده بالنسبة يا أستاذي للاستثناء، تمارين أسلوب الاستثناء على إلا. أتمنى نكون أنت فهمت يعني إيه تم مثبت، يعني إيه تم منفي، يعني إيه ناقص منفي، إزاي أرتب جملتي، إزاي أعرف إنه ناقص لو اللي قبل إلا مش كامل، إزاي أعرف إنه تام لو اللي قبل إلا كان كامل. خلي بالك المشتقات أحوال. حط لي سؤال بلماذا يطلع اللي بعدها مفعول لأجله. المشتقات أحوال. خلي بالك ان قابلتنا كلمه اسمها كلمه راى بمعنى شاهده، لا كانت بمعنى علم، لان اللي بعدها حاجه معنويه العلوم، يبقى بتنصب مفعولين. انتبه للنواسخ، لان النواسخ لازم تجيب لها اسمها وخبرها. فده بالنسبه يا استاذي لتمارين كتاب الامتحان على درس اسلوب الاستثناء بإلا. يلا بينا عشان نكمل الجزء الثاني من تمارين الاستثناء على غير وسوى كتاب الامتحان. وقبل ما اتكلم واقول اي حاجه محتاج اتكلم معاك في ثواني كده. غير وسوى هتجيلك مرتين، اما انها هتكون ادوات للاستثناء وهنشيلها ونحط مكانها الا، ولو الجمله مشت تبقى غير وسوى ديت اسلوب استثناء، وهنتعامل معاها معامله اللي كنا بنقوله في الاستثناء. طب لو جات لي غير وسوى في جمله شلتها وحطيت الا، لقيت الجمله مش ماشيه، اقول لك انت غير امين، شيل يلا غير وحط الا. انت الا امين تنفع؟ يبقى غير هنا تعرب حسب موقعها. ليه؟ لان عاوز اقول لحضرتك ان غير وسوى اللي انت شايفها ديت مش حرف استثناء، الا حرف استثناء لا محل له من الإعراب. أما غير وسوى دي اسم، عشان لو قال لك ضع اسما يفيد الاستثناء يبقى قصده على غير وسوى. طب الحرف إلا خلا وعدا وحاشا هنحكي قصتها بعدين، بيقولوا عليها فعل وبيقولوا عليها حرف، يبقى غير وسوى اسم. يا إما يجي لك على إنه يدل على الاستثناء، أقول لك حضر الطلاب غير محمد، ينفع أقول حضر الطلاب إلا محمد، يبقى تنفع. لكن لما أقول لحضرتك رأيت رجلا غير ثقة، ينفع أقول رأيت رجلا إلا ثقة؟ لا ما تنفعش. يبقى غير هنا مش استثناء، إنما إيه؟ تعرب حسب موقعها في الجملة. ليه؟ زيها زي أي اسم، تعرب حسب موقعه في الجملة يا أستاذ. يبقى لما تقرأ لازم تفهم اللي قدامك دي غير وسوى بتاعت الاستثناء،
ولا غير وسوى اللي بتعرب حسب موقعها في الجملة؟ يلا بينا. الحاجة التانية والأخير، أي حاجة اسمها غير واختها سوى اللي بعدها دايما مضاف إليه. يبقى إذا أي حاجة اسمها غير وسوى اللي بعدها دايما مضاف إليه. أي اسم بيجي بعد غير وسوى مضاف إليه. يلا بينا. هو هنا جايب لي نقط: غير، سوى، سوى، غير، سوى. السؤال كله بيقول لي هنعرب ايه النقط دي؟ كل اللي بيجي بعد غير وسوى يا مستر مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور، يبقى الكسولي. سوى أخت غير اللي بيجي بعدها مضاف إليه مجرور، طالبين مجرور بالياء. اللي بيجي بعد سوى مضاف إليه مجرور، تبقى الهمزة على نبرة. اللي بيجي بعد غير مضاف إليه مجرور، والأسماء الخمسة تجر بالياء. اللي بيجي بعد غير وسوى مضاف إليه جمع المذكر السالم، والملحق بجمع المذكر السالم يجر بالياء، يبقى ذوي. شفت السؤال كان سهل ازاي؟ اللي بيجي بعد غير وسوى مجرور بالياء، أسماء خمسة تجر بالياء، مضاف إليه مجرور، يبقى الهمزة على نبرة، طالبين، الكسولي. يبقى إذا ده سؤال إجابته واضحة ومفهومة. نخش بقى على اللي جاي. بسم الله. لا تنشد يعني لا تطلب ولا تريد الأمم الواعية غير العلاقات الطيبة. طب أنا ينفع أقول لا تنشد الأمم الواعية يعني لا تريد ولا ترغب ولا تطلب ولا تتمنى الأمم الواعية إلا العلاقات الطيبة؟ نفعت ولا لا؟ نفعت. يبقى غير هنا أخت إلا هتقوم بوظيفة الاستثناء. طب يلا بينا. فين المستثنى؟ أيوة أحسنت، اللي بيجي بعد الأداة. فين الأداة؟ غير. يبقى فين المستثنى؟ العلاقات. طب فين المستثنى منه؟ ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اللي قبل إيه. لا تريد الأمم الواعية. لا تنشد يعني لا تريد. لا تريد الأمم الواعية وسكت. هتقول لي إيه؟ إيه يا مستر؟ تريد إيه؟ يبقى اللي قبل إلا، اللي قبل غير يعني كان واضح؟ لا. يعني كان يعني مش واضح؟ يبقى المستثنى منه الكبير محذوف. يبقى المستثنى منه محذوف. ليه؟ لأن اللي قبل الأداة مش واضح. أهو لا تنشد الأمم الواعية وسكت. الكلام كده مش واضح يا مستر. يبقى إذا المستثنى منه الكبير ما كانش واضح. طبعا أداة الاستثناء هي غير. كويس قوي. إني لأحترم زملائي. زملائي سوى الساعي بالنميمة، اللي مستثنى منه الكبير. الكبير زملائي بتستثني مين؟ الأداة سوى بتستثني مين؟ الساعي بالنميمة. لا يعجبني من المجاملات غير النافع منها. أداة الاستثناء غير. المستثنى الصغير اللي هو مين؟ النافع. لا يعجبني من المجاملات. ثانية واحدة، المستثنى منه يا ترى محذوف ولا المجاملات؟ ها؟ يبقى إذا ناخد القاعدة كانت بتقول من دخلت على الكبير لقيته معرب بقل، تعمل فيه ايه؟ تحذفه، يبقى يعتبر محذوف. كويس قوي. ميز النوع الصحيح لاسلوب الاستثناء. سألتك ألا تسأل الناس حاجة أن أهي
زائد لا، أن لا تسأل الناس حاجة سوى عفوه ما دمت ترجى وتسأل. يلا يا سيدي لو سمحت، لا تسأل الناس حاجة، ألا اللي كانت مكونة من أن زائد لا، يبقى الأسلوب ده منفي. لا تسأل، ما تسألش مين؟ لا تسأل الناس، لا تسأل الناس حاجة، يبقى إذن لا تسأل الناس حاجة، يبقى الجملة كده يا أستاذي لها معنى. والجملة ديت مثبتة ولا منفية؟ هنشوف. يبقى إذن دي غلط ودي غلط. يبقى تم مثبت ولا تم منفي؟ سألتك أن لا تسأل الناس حاجة سوى عفوه. ثانية واحدة يا مستر. إذن يا أستاذي أنا عندي دلوقتي ألا كان أصلها أن زائد لا، يبقى الجملة منفية، واللي قبل سوى أداة الاستثناء أهي، يبقى سألتك ألا تسأل الناس حاجة، يبقى الجملة كده معناها واضح، وطالما معناها واضح يبقى الجملة دي تامة، يبقى الأسلوب ده يا مستر تام منفي. تام منفي. يلا يا سيدي، طبعا هو العنوان بيقول لك ميز نوع الصحيح من أسلوب الاستثناء. قال الشاعر: ما لي وإياك غير الله. ما لي وإياك، سيبك من واو، لأن الواو ده حرف عطف، والواو حرف عطف واللي بعدها يطلع بره، ما تحسبوش، عادي جدا. يلا اهو يا عم. يبقى ما لي، فين الأداة؟ غير. اقرأ اللي قبلها، ما أداة نفي، فاضل مين؟ لي. ما لي وسكت. فهمت حاجة؟ لا. يبقى اللي قبل ايه؟ الغير، اللي قبلها كانش واضح، يبقى ناقص، وناقص ماله؟ ناقص منفي، لأن اللي قبل غير ما كانش واضح. ولي أمل وحيد ولست أثني على شيء سواه وهو سؤلي. ولست أداة نفي، ولست أثني على شيء. لست التاء اسم ليس، أثني خبر ليس جملة فعلية، شيء موجودة أيوة، يبقى الكبير موجود زي أحد أيوة، يبقى الأسلوب ده تام عشان خاطر كلمة شيء موجودة، وليس أداة نفي، يبقى الأسلوب ده مستر تام منفي. ولست أثني على شيء. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون. ما أداة نفي، يبقى الأسلوب ده منفي، الأسلوب ده منفي. ما لبثوا يعني ما عاشوش غير ساعة، اللي قبل غير اهي ما لبثوا وسكت. فهمت حاجة؟ لا. يبقى الأسلوب ده ماله؟ ناقص. ناقص منفي، عشان اللي قبل غير ما كانش واضح. كل المصائب قد تمر على الفتى فتهون. كل مبتدأ، مفيش نفي ولا نهي ولا استفهام، لا. يبقى الجملة دي مالها؟ مثبتة، والمثبت طول عمره تام. كويس قوي. ميز الإعراب الصحيح لما فوق الخط. وما لي ذنب غير سمعي. ما أداة نفي، لي جر ومجرور، شبه جملة، خبر مقدم. وما لي ذنب مبتدأ مؤخر، يبقى المبتدأ والخبر موجودين قبل غير ولا بعدها؟ قبلها، يبقى الجملة دي تامة. مثبتة ولا منفية؟ منفية. ادي المبتدأ وادي الخبر، يبقى الجملة دي تامة. تم منفي. اللي بعد إلا كان بيعرب ايه في التام المنفي؟ جدع، مستثنى منصوب أو بدل.
بدل على حسب الكبير. من الكبير ذنب، مبتدأ مرفوع يبقى البدل مرفوع. مين بقى ياخد الإعراب ده لنفسه؟ غير وسوى. في الاستثناء بغير وسوى، غير وسوى هي اللي هتعرب مستثنى أو بدل. يبقى كلمة غير إما مستثنى منصوب وإما بدل مرفوع، عشان اللي قبلها كان مبتدأ مرفوع والبدل بياخد إعراب اللي قبله. يبقى اسم منصوب على الاستثناء. طبعا قال لك بدل مجرور، لا هو كان المفروض بدل مرفوع. يبقى غير بتعامل معاملة اللي كان بعد إلا. ما أثمرت منفي يبقى نفي. ما أثمرت جهود الدول في الدعوة للسلام سوى الجهد المصري. جهود الكبير المستثنى منه الكبير موجود، يبقى الأسلوب ده تام. تام إيه؟ تام منفي. يبقى اللي كان بعد إلا في التام المنفي كان يعرب إيه؟ مستثنى منصوب أو بدل. أثمرت جهود، اعرب لي جهود فاعل مرفوع يبقى البدل مرفوع. يبقى كلمة الجهد كانت زمان لما كنت بحط إلا كنت أعرب الجهد إيه؟ مستثنى منصوب أو بدل مرفوع. مين بقى تاخد الإعراب ده لنفسها؟ سوى. يبقى مين اللي هيعرب بعد كده مستثنى أو بدل؟ سوى. امال اللي بعدها الجهد تعرب ايه؟ اللي بيجي بعد سوى مضاف اليه دايما. سوى بقى تقول لك انا اللي هبقى اسمي مستثنى او بدل. بس قالت لهم حاجه، قالت لهم انا اسمي سوى اخري الف لينه، يعني بيسموني في اللغه العربيه اسم مقصور. يعني لما تيجي تعربني حط لي في الاخر كلمه مقدره، ضمه مقدره، فتحة مقدرة، كسرة مقدرة، المهم تقول كل حاجة مقدرة، يبقى ظاهرة غلط. طب يلا احنا قلنا على الاسلوب ده تم منفي. في التم المنفي غير وسوى تعرب ايه؟ اما مستثنى واما بدل. طيب ادي كده غلط، يا بدل دي يا دي. البدل على حسب مين؟ الكبير اللي هو مين؟ جهود. أثمرت جهود، مين اللي أثمرت؟ جهود، اعربها فاعل، فاعل ماله؟ مرفوع، يبقى البدل مرفوع يا سيدي. يبقى غير وسوى بتاخد لنفسها إعراب اللي كان بعد إلا. في التام المثبت مستثنى منصوب بس، في التام المنفي مستثنى أو بدل، في الناقص المنفي حسب موقعها. طب اللي بعد غير وسوى هيعرب ايه بعد كده؟ مضاف اليه دايما. لم يشارك احد، احد موجوده؟ ايوه، يبقى الاسلوب ده تام. تام منفي عشان لم. في التام المنفي اللي كان بعد الا كان بيعرب ايه؟ مستثنى او بدل. طب مين ياخد اعراب ده لنفسه؟ سوى. طب اللي بعد سوى انا قلت لك مضاف اليه دايما. يلا طالما الجمله طلعت تام منفي يبقى سوى لها اعرابين، اما مستثنى منصوب واما بدل. بدل على حسب الكبير. من الكبير؟ احد. لم يشارك احد، يشارك فعل يبقى احد فاعل مرفوع يبقى البدل مرفوع. طب هو كاتب بدل منصوب، غلط، يبقى إذن اسم منصوب على الاستثناء. حيت المعلمة الطالبات، في نفي؟ لا. في نهي؟ في استفهام؟ لا. يبقى الجملة دي مثبتة ولا منفية؟ مثبتة. وأي جملة مثبتة فهي إيه؟ تامة. تام مثبت. في التام المثبت اللي كان بعد إلا كان يعرب إيه دايما؟ مستثنى منصوب وجوبا. مين ياخد الإعراب ده لنفسه؟ غير وسوى. يبقى غير تعرب إيه؟ اسم منصوب على الاستثناء. غير فتحتها ظاهرة، طب سوى فتحتها مقدرة. اعرب غير يبقى مستثنى منصوب بالفتحة الظاهرة.
أما دي خاصة بمين؟ بسوى. لا يسعدني كثيرا غير ازدهار مصرنا الحبيبة. لا يسعدني يبقى منفي. اقرأ اللي قبل غير. لا يسعدني كثيرا وسكت. ايه اللي بيسعدك كثيرا؟ ازدهار مصرنا الحبيبة. الني اللي بيجي بعد الني بيعرب ايه؟ مين اللي بيسعدني؟ غير، يبقى فاعل. قال البحتري تحاول مني شيمة يعني خلق، غير شيمتي يعني غير خلق. ينفع أقول تحاول مني شيمة يعني عاوزة يبقى عندي أخلاق غير شيمتي. ينفع أقول تحاول مني شيمة إلا شيمتي؟ تنفع الجملة كده لايقة وماشية؟ طب اقراها تاني كده في سر. تحاول مني شيمة إلا شيمتي. الجملة رخمة يا مستر. يبقى غير هنا مش هتعامل معاملة الاستثناء، هتعامل على إنها اسم يعرب حسب موقعه في الجملة. ليه؟ لأن لما شلتها وحطيت إلا الجملة ما مشيتش. يلا تحاول فعل. مين اللي بتحاول؟ هي. تحاول مني إيه؟ شيمة. شيمة دي نكرة. غير، كلمة غير وكلمة سوى دائما نكرة، حتى لو جالها مليون كلمة هي نكرة. يبقى شيمة، الشيمة دي ايه؟ غير شيمتي. شيمة نكرة غير نكرة يبقى نعت يا مستر. يبقى غير هنا عرفتها نعت ليه؟ لأنها مش استثناء كده، ده يا مستر دي بتعرب حسب موقعها في الجملة. يبقى يلا يا أستاذي. قال قيس بن الملوح أترك ليلى أداة استفهام. أترك ليلى ليس أداة نفي. ليس بيني وبينها سوى ليلة إني إذا لصبور. عاوز يعرب ما تحته خط. ليس جاي بعدها بيني ظرف، والظرف معناه شبه جملة. يعني ايه شبه جملة؟ يعني خبر ليس مقدم. ليس بيني وبينها، الواو ديت والبينها سيبك منها. الواو حرف عطف واللي بعدها ارميهم بره. خدها قاعدة. الواو العطف واللي بعده يطلع بره. الواو حرف عطف واللي بعدها يطلع بره. ليس بيني ايه؟ سوى. سوى. اعرب سوى تعرب حسب موقعها بقى. ادي بيني ظرف خبر ليس مقدم، يبقى سوى اسم ليس مرفوع واللي بيجي بعدها مضاف اليه. كويس قوي كده انا عرفت اتعامل مع غير وسوى. غير وسوى اللي هي اخت الا تعامل معامله الاستثناء تم مثبت تم منفي ناقص منفي، ولا غير وسوى اللي بتعرب حسب موقعها في الجمله؟ شيلها وحط الا. نفعت اتعامل معها لانها تعامل معامله الاستثناء بقى. ما نفعتش اتعامل معها لانها اسم يعرب حسب موقعه في الجمله. يجي زي ما يجي بقى. وغير تقي يأمر الناس بالتقى. طب ثانية واحدة، دي أول الجملة. أيوة غير ينفع أقول إلا تقي؟ لا، يعني غير دي اسم عادي تعرف حسب موقعها. أيوة يبقى إذن مبتدأ. وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريضه. يلا يا سيدي. قال ابن نباتة وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت، أدي ناسخ. من اللي كانت؟ الأعمال. اسم كان مرفوع، الأعمال كانت إيه؟ غير، يبقى خبر كان منصوب
طبعا حسان مضاف إليه. قال الشاعر: فما أداة نفي، لي جر ومجرور. يعني ايه جر ومجرور؟ يعني شبه جملة. يعني ايه شبه جملة؟ يعني خبر مقدم. وما لي شفيع مبتدأ مؤخر. وما لي شفيع عند حسنك غيره. ثانية واحدة، ينفع يا مستر الجملة كده؟ ما اظنش. طب نعمل ايه يا مستر؟ رتبها: فما لي شفيع غيره. فما لي شفيع غيره عند حسنك، ولا سبب إلا التمسك بالود. عاوز أعرف كلمة إيه؟ غير. رتبنا الجملة: ما لي شفيع غيرك. ثانية واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم. ما لي شفيع غيره. هو كان كاتبها غيره، هنكتبها غيره. فما لي شفيع غيره. الهاء ديت اللي هي هو، يعني فما لي شفيع إلا هو. ثانية واحدة، الجملة دي منفية؟ أيوة. المبتدأ موجود والخبر موجود، شبه جملة. أيوة. يبقى الجملة دي تامة ولا ناقصة؟ تامة، عشان المبتدأ والخبر موجودين. يبقى الأسلوب ده تام منفي. في التام المنفي غير وسوى تعرب إيه؟ هتعرب إعرابين: إما مستثنى منصوب وإما بدل مرفوع. مرفوع ليه؟ عشان شفيع عربناها مبتدأ مؤخر مرفوع، يبقى البدل هيبقى مرفوع. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم الأسلوب ده منفي عشان خاطر ما، تام عشان خاطر المبتدأ موجود والخبر موجود. تام منفي؟ أيوة. يبقى في التام المنفي غير وسوى بتعرب إيه؟ إما مستثنى وإما بدل. في الاختيارات مستثنى؟ لا، دور على البدل. البدل على حسب مين؟ الكبير. اللي هو مين الكبير؟ المبتدأ مرفوع، يبقى البدل مرفوع هو كمان. يبقى الأسلوب ده تام منفي. املأ الفراغات بما يناسبها من بين البدائل. لم ينبت في واقعنا نقط الأمل غير. لم ينبت في واقعنا. مين اللي بينبت؟ وبينبت ايه؟ اللي هيسأل نفسه السؤال ده هيبقى ممتاز ووصل للإجابة. مين اللي بينبت وبينبت ايه؟ مين اللي بينبت؟ غير. بس اللي بيجي بعد غير مضاف إليه. صح والله، ده اللي بيجي بعد غير مضاف إليه مجرور. المجرور بالياء، يبقى دي غلط ودي غلط. يبقى إذن لم ينبت في واقعنا غير ذوي الجد والعمل. مين اللي بينبت؟ ذوي الجد والعمل. بينبتوا ايه؟ بذور. اعرب لي بذور مفعول به منصوب، يبقى الإجابة رقم ج. يبقى بذورة اعربها مفعول به مقدم. مين اللي بينبت؟ غير. يبقى غير دي تعرب ايه؟ فاعل، واللي بعدها يا أستاذي مضاف إليه. جملة رائعة. لا يحافظ على تراب الوطن. مين اللي بيحافظ على تراب الوطن؟ أبناؤه. فاعل. يبقى اللي بعد إلا كان المفروض فاعل مرفوع، يبقى الهمزة على الواو، يبقى دي غلط. ثانية واحدة. طب اللي بيجي بعد غير وسوى مضاف إليه مجرور، والمضاف إليه المجرور يبقى الهمزة على نبرة، يبقى دي غلط. اللي بيجي بعد غير وسوى مضاف إليه مجرور يبقى الهمزة على نبرة، يبقى دي غلط.
يبقى اللي بيجي بعد إلا اعرب لي أبنائهم فاعل مرفوع، المخلصون هي كمان بقى نعت مرفوع. كافأ المدير العاملين إلا عاملين، بيقول لك ده غير مكان إلا. الأول الجملة دي مثبتة ولا منفية؟ مثبتة أهي. والمثبت طول عمره تام ولا ناقص؟ تام. يبقى الجملة دي تامة ومثبتة. في التام المثبت اللي بعد إلا كان يعرب إيه؟ مستثنى منصوب أهي، هكتبها مستثنى منصوب. لما أشيل إلا وأحط مين؟ غير، تقوم غير تاخد الإعراب ده لنفسها هي، تاخده لها هي، وتقول للأخت عاملين أنت هيبقى اسمك مضاف إليه. يبقى مين اللي هتعرب بعد كده مستثنى منصوب؟ غير. يبقى إذا يا أستاذي غير هي المستثنى المنصوب بالفتحة واللي بعدها مضاف إليه. يبقى الإجابة رقم ب. يبقى الإجابة رقم ب. يحفظ حق الجار المؤمن من الناس. ثانية واحدة كده. يحفظ حق الجار المؤمن من الناس. يبقى مين اللي بيحفظ؟ المؤمن. بيحفظ ايه؟ حق الجار. لا يحفظ المؤمن سوى حق الجار بس. لا يحفظ حق لا يحفظ حق الجار سوى المؤمن. طب لا يحفظ حق الناس؟ لا، هو كان بيقول لك لا يحفظ حق الجار يحفظ. مين اللي بيحفظ؟ المؤمن. بيحفظ ايه؟ حق الجار. يبقى إذن لا يحفظ حق الجار سوى المؤمن. يبقى الجملة كانت بتتكلم عن حق الجار مش حق الناس، مش حق الناس. استبدل غير بإلا. ثانية واحدة قبل ما أحط أي حاجة هعرب. ليس لجهودكم المضنية في الارتقاء بالوطن إلا الثواب العظيم. ليس يبقى الكلمة منفية. ليس دي ناسخ. أختي كان بتقول لك أنا عاوزة اسم وخبر. لجهودكم اللام حرف جر، جهودكم اسم مجرور يعني جر ومجرور. يعني ايه جر ومجرور؟ يعني شبه جملة. يعني ايه شبه جملة؟ يعني لجهودكم دي خبر ليس شبه جملة مقدم. معروف؟ المضنية نعت، في الارتقاء جر ومجرور، بالوطن جر ومجرور. ادي خبر ليس مقدم. يبقى فين اسم ليس؟ الثواب. اسم ليس مرفوع بالضمة. اسم ليس مؤخر. لما اشيل الا واحط الاخت مين؟ غير. يبقى مين اللي هتاخد الاعراب ده لنفسها؟ غير. هي اللي هيبقى بعد كده اسمها ايه؟ اسم ليس مؤخر. هتاخده لنفسها هي وتقول للثواب انت يبقى اسمك مضاف اليه. يبقى غيره وتيجي تعرب غيره اسم ليس مؤخر ماله؟ مرفوع. طب الثواب مضاف اليه. يبقى الاجابه رقم ج. شفت بتعامل ازاي مع غير وسوى؟ لما يجيب لي ال ويقول لي حط غير او سوى، هقول له استنى انا هعرب الاول اللي بعد ال. طلع اللي بعد ال اسم ليس مؤخر. لجهودكم جر ومجرور، خبر ليس مقدم. خد الاعراب ده اهو، اديه لمين بعد كده؟ غير. واللي هيجي بعد غير يا استاذ هيبقى مضاف اليه مجرور. يبقى مين اللي هيعرب اسم ليس بعد كده؟ غيره. والثوابي مضاف اليه مجرور. ادي يا استاذي الجزء الثاني من اجزاء اسلوب الاستثناء، الا وهو غير وسوى. عرفنا غير وسوى هتجيلي اما على انها بمعنى الا، ساعتها هتعامل معاها معامله الاستثناء، تم مثبت تم منفي ناقص منفي، واما انها تعرب حسب موقعها في الجمله لانها مش هتبقى كده بمعنى الا. اظن ان كده شويه بشويه ان شاء الله باذن الله هندور على تمارين كتاب اخر. خلي بالك احنا بدانا بالامتحان ومعاك في السنتر بدانا بالاضواء،
هندور إن شاء الله بإذن الله على كتب تانية مهمة زي كتب كيان وبيان والإبداع وغيرها، ونحل لك تمارينها إن شاء الله وهننزلها لك بإذن الله على قناتنا على اليوتيوب. تابعنا يا بطل، واوعى تنسانا من صالح دعائك في هذه الأيام المباركة مع الجزء الثالث والأخير من تمارين أسلوب الاستثناء فيما يتعلق بخلا وعدا وحاشا وما خلا وما عدا وما حاشا. أولا قبل ما أبدأ وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلا وعدا وحاشا هتجيلك مرتين اتنين. إما هقول على خلا وعدا وحاشا إنها حرف جر، وإما أن أقول عليها فعل ماضي. لو قلت عليها حرف جر فاللي جاي بعدها هيبقى اسم مجرور. لو قلت عليها فعل ماضي فاللي جاي بعدها يبقى مفعول به منصوب. إذن خلا وعدا وحاشا هتجيلي مرتين اتنين على حسب انت اعتبرتها حرف جر ولا فعل ماضي، والاتنين صح. المهم تعرف ان خلا وعدا وحاشا لها اعرابين، يبقى الاسم اللي جاي بعدها له اعرابين اتنين. أقدر المتحدثين بالفصحى ما خلا. طب يا مستر يلا كمل بقيت جميلك. ما خلا، ما عدا، ما حاشا، اللي جاي بعدها يا مستر مفعول به فقط بس. يبقى شفت الفرق بين خلا وعدا وحاشا وما خلا ما عدا ما حاشا. لما زودت لها ما، والماء اللي بتيجي مع خلا وعدا وحاشا دي المصدرية، عشان لو سألك خلي بالك. يبقى خلا وعدا وحاشا ودي ما خلا وما عدا وما حاشا. ما خلا يبقى اللي بعدها مفعول به فقط، مفعول به منصوب، والأسماء الخمسة تنصب بالألف. يا أستاذ شارك الطلاب في الأنشطة الرياضية ما عدا، ما عدا بالماء يبقى اللي بعدها مفعول به فقط، والمفعول به منصوب يبقى المهملين. أكرمت الضيوف ما خلا، ما خلا جاي بالماء يبقى اللي بعدها مفعول به فقط، يبقى مفعول به منصوب يبقى ضيفا. استفهم الطلاب على الأنشطة ما عدا، ما عدا بالماء يبقى اللي بعدها مفعول به فقط، والأسماء الخمسة يا أستاذي ثانية واحدة. أخوك أسماء خمسة ترفع بالواو، بس اللي بيجي بعد ما عدا مفعول به منصوب يبقى دي غلط. أخيك أسماء خمسة تنصب بالألف يبقى دي غلط. أخواك ولا أخويك، أخواك وأخويك دي مش أسماء خمسة. ليه؟ لأنها مثنى، والمثنى ما يبقاش أسماء خمسة، يبقى تعرب على إنها مثنى. المفعول به منصوب يبقى منصوب بالإيه؟ المثنى ينصب بالياء، يبقى الإجابة رقم ج. كويس قوي. نيجي نشوف السؤال اللي بعده. يلا يا سيدي بسم الله. أقدر الناس خلا. هنا بقى جاب لي خلا. خلا من غير الماء يبقى اللي بعدها يا إما اسم مجرور يا إما مفعول به منصوب. ثانية واحدة كده. ناقدا ولا ناقده؟ لا، اللي بيجي بعد خلا وعدا وحاشا مجرور أو منصوب، يبقى بالواو غلط، بالضمة غلط. ناقدا ولا ناقضة؟ ايه الفرق؟ كلمة العهد موجود. ناقد لوحدها نكرة، العهد معرفة. اعرب لي العهد. برافو عليك، مضاف إليه، والمضاف إليه يمنع التنوين. المضاف إليه يمنع التنوين، يبقى الإجابة رقم ج بس بفتحة واحدة بس. أقدر هؤلاء العلماء ما خلا، اللي بيجي بعد ما خلا مفعول به منصوب بالفتحة. الطالبات اجتزأن الامتحان حاشا، اللي بيجي بعد خلا وعدا وحاشا له إعرابين، إما مفعول به وإما اسم مجرور. مفعول به
اسم مجرور. طب ثانية واحدة، مفعول به منصوب والاسم مجرور، يبقى الضمة غلط خالص، الضمة غلط خالص. صاحباتا ولا صاحباتي؟ يا بستر، جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسرة. يلا يا سيدي، ميز من بين البدائل التالية الحالة الإعرابية. نواجه الصعوبات ما عدا المستعصية، اللي بيجي بعد ما خلا وما عدا وما حاشا له كم إعراب؟ إعراب واحد بس. إيه هو؟ مفعول به فقط. فقط، يبقى النصب فقط. يسعى الناس لتحقيق آمالهم خلا المتكاسلين، اللي بيجي بعد خلا وعدا وحاشا له إعرابين اتنين، إما مفعول به وإما اسم مجرور، يبقى يجوز النصب ويجوز الجر، يبقى النصب والجر. اصطفت الفصول في أرض الملعب ما خلا فصلنا، اللي بيجي بعد ما خلا وما عدا وما حاشا مفعول به فقط، يبقى النصب بس. كويس قوي. وشاهد المسرحيات ما خلا السوقية، اللي بيجي بعدها مفعول به بس. خلا الطريق من المرة. أيوة، تعالى بقى يا باشا، تعال ما أقول لك خلا شيلها وحط إلا. ينفع أقول إلا الطريق من المرة؟ لا، يبقى خلا ديت مش أداة استثناء، خلا بمعنى فرغ، اللي احنا بنسميها كده فضي. يبقى خلا هنا فعل ماضي عادي. من اللي خلا؟ الطريق فاعل. لا أقرأ الصحف خلا الهادفة، إلا الهادفة، يبقى خلا ديت أخت إلا. من غير الماء يبقى اللي بعدها اسم مجرور أو مفعول به منصوب، يبقى الإجابة رقم ألف. ميز المستثنى المعرب بعلامة أصلية. علامة أصلية، يلا. لا ينهض بمقدرات الوطن خلا علماء الأمة. علماء جمع تكسير، وجمع التكسير يعرف بعلامات أصلية. علماء اللي بيجي بعد خلا له كم إعراب؟ اتنين، مفعول به منصوب بالفتحة أو اسم مجرور بالكسرة، في كلا الحالات دي العلامة الأصلية. طيب زي أسماء خمسة بتجر بالياء، علامة فرعية. المتكاسلين جمع مذكر سالم، علامته فرعية. المقالات جمع مؤنث سالم. ما خلا، اللي بيجي بعد ما خلا ما عدا ما حاشا بيعرب إعراب واحد بس. إيه هو؟ مفعول به منصوب، وجمع المؤنث ينصب بالكسرة، ودي علامة فرعية، يبقى غلط. ينهض أبناء المجتمع الطامحون بالوطن ويذله الكسالى. عبر عن معنى الجملة باستثناء مناسب. من اللي بينهض؟ ينهض الطامحون بالوطن خلا الكسالى. ينهض أبناء المجتمع بالوطن خلا الكسالى. لا يذل الوطن من أبناء. يا نهار أبيض، بقى اللي بيذل الوطن من أبناء المجتمع إلا الطامحين؟ لا، غلط طبعا. لم ينهض بالوطن خلا الكسالى إلا الكسالى، مستحيل طبعا. يلا، ينهض أبناء المجتمع الطامحون بالوطن. يبقى ينهض الطامحون ولا ينهض أبناء المجتمع بالوطن؟ خلا الكسالى. وبعدين هو قال لي فوق ينهض أبناء المجتمع الطامحون. طب أنفع أقول ينهض الطامحون بالوطن خلا الكسالى ولا ينهض أبناء المجتمع بالوطن؟ هو قال لي فوق أبناء المجتمع، يبقى الإجابة رقم ب. فزلكة مفرغ. كافأ المعلم تلاميذه ولم يكافئ واحدا. الصورة غير الصحيحة عند التعبير عن الجملة بأسلوب استثناء. كافأ المعلم تلاميذه خلا من غير الماء
يبقى اللي بعدها له إعرابين، إما مفعول به منصوب يبقى واحدا، أو اسم مجرور واحد يبقى بيقول لك غير الصحيحة دي صح، يبقى دي مش معانا. كفى المعلم تلاميذه ما خلا واحدا، اللي بيجي بعد ما خلا مفعول به منصوب يبقى دي صح وبقول لك غير الصحيح. كفى المعلم تلاميذه عدا واحدا، اللي بيجي بعد عدا اما مفعول به منصوب واما اسم مجرور يبقى دي صح. حاشا واحد، لا يا استاذي، اللي بيجي بعد حاشا اما مجرور بالكسره اما منصوب بالفتحه اما مرفوع بالضمه، دي غلط، يبقى دي الاجابه الخاطئه. اذا يا استاذي انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من حل تمارين الدرس الاول، الا وهي تمارين اسلوب الاستثناء بإلا، بغير وسوى، بخلا وعدا وحاشا وما خلا وما عدا. اسال الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم، في امان الله.